انك انت تشوف انت محتاج المستثمر الاجنبي في ايه بالظبط، او حتى المستثمر المصري. انت النهارده هل قوانين تفعيل منع الاحتكار هل انت محتاج انك انت توسعها وتغيرها زي ما بيحصل في كل دول العالم؟ هل انت محتاج النهارده ان انت تشوف ايه هي الصناعات الاولى بالرعايه عشان تقدم ليها دعم؟ هل انت محتاج النهارده ان انت تبيع اراضي؟ يمكن انت الدوله العربيه الوحيده اللي بتسمح لاجانب بتملك الاراضي داخلها، وده امر يمكن يجب ان يتم اعاده النظر فيه، محتاج انك انت تعيد النظر فيها وانها تكون بحق الانتفاع. ايه نوعيه المشروعات اللي انت محتاج استثمارات مباشره فيها؟ احنا عندنا مشكله، ويمكن مشكله ممتده بقالها سنوات طويله، ما عندكش خريطه ثابته للاستثمار. عندك النهارده بتطلع بره، وحضرنا اجتماعات كتير خارج وداخل مصر مع مستثمرين اجانب، ناس بيسالوا سؤال لطيف جدا: انت جاي تقول لي تعالى اعمل مصنع هنا عشان تنتج حاجه، طب انت هتوفر لي طاقه؟ طب تسعير الطاقه ده هيبقى ايه؟ طب استقرار نظامك الضريبي هيوصل لغايه فين؟ طب هل انت هتفرض عليا رسوم جديده؟ هل هتمنعني من التصدير في وقت من الاوقات زي ما بيحصل دلوقتي وزي ما حضرتك كنت بتتكلم من دقايق؟ هل هيحصل نوع من انواع التغير في السياسات الاقتصاديه وهتفضل ان انت تسعر او تحط تسعيره جبريه زي ما البعض النهارده بدا يطالب مره ثانيه؟ الفكره ببساطه ان انت ما عندكش كمان تحديد لما يطلق عليه اسمه عنصر التكلفه وهامش الربحيه بالنسبه للصناعات. النهارده انت بتتكلم على صناعه زي ما عصام بيه كان بيتكلم من دقايق، صناعه زي بتاعه الخبز، انت بتحط هامش للربحيه، لكن مش شايف ان في عناصر ثانيه التكاليف بدات تزيد وتزيد بشكل بشع جدا وبارقام كبيره. في نفس الوقت اللي الدعم عندك بدا يتسرب مش بس من صناعات زي الصناعات الغذائيه او خلافه. المشكله الحقيقيه اللي موجوده في الهيكل البنائي الاقتصادي للدوله ان الجزء الاكبر من التكاليف او النفقات بيروح لحاجتين ما لهمش اي علاقه براجل الشارع العادي. راجل الشارع العادي الدعم اللي بيروح له على الصحه او التعليم او حتى الاغذيه او حتى البنزين كلهم على بعض ما بيكملوش ال 100 مليار جنيه. كل ده على بعضه ما بيكملش 100 مليار، لكن الجزء الاساسي اللي بيتصرف بقى 132 مليار موجودين لاجور العاملين في الدوله. 7 مليون موظف موجودين في جهاز اداري داخل الدوله. في نفس الوقت تكاليف واعباء خدمه الدين نتيجه المشكله اللي حصلت عندنا وتخفيض تصنيف الائتماني اكتر من مره، ونتيجه ان الدوله استسهلت طول الوقت بدل ما تحل المشاكل الاساسيه اللي موجوده وترجع الثقه للمستثمرين وترجع الثقه لرجال الاعمال، بدات انها تزود الاعباء عليهم. بدأ يحصل عندك ان البنوك هي اللي بقت تغطي الطروحات بتاعت زون سداد الخزانه. وصل عندك في النص الاولاني من السنه دي حجم تكاليف واعباء خدمه الدين العام للدوله المتواجده في مصر لاكثر من 70 مليار جنيه. الدين الداخلي الدين الداخلي ده غير الدين الخارجي. الدين الخارجي بالنسبه لنا كانت واحده من معجزات النظام السابق ان هو ما زودوش قوي. كان 35 مليار دولار تقريبا حوالي 15% من ناتج المحل الاجمالي، ودي الحاجه الوحيده بالمناسبه اللي لسه محافظه شويه على تصنيف مصر ائتماني. وسعر الفائده الاجنبيه الخارجيه منخفض الى حد ما، وان كان بعد تغيير سعر صرف الدولار دلوقتي بقت اعباء خدمه الدين الخارجي بقت كبيره. لان انت دلوقتي بقى عندك مشكله حقيقيه بالنسبه لده. عشان كده الازمه النهارده اللي انت عايز تحطها، انت محتاج اولا انك ترجع ثقه وتغير قوانين وتبدا تحل مشاكل موجوده في الشارع. احنا النهارده حاطين في حساباتنا حلول قصيره المدى، ومش عايز اقول ان احنا باصين تحت رجلينا، لكن مع الاسف هي حلول مش هتحل ازمات كبيره. قاعده صندوق النقد الدولي شهاده كويسه وهتحل جزء من المشاكل لكن مش كلها. الفجوه التمويليه لمصر السنه دي 19 مليار دولار، قاعده صندوق النقد الدولي 4.8 مليار دولار بس. الشهاده بتاعه التصنيف الاقتصادي او ان في جدوى اقتصاديه للبرنامج الاقتصادي بتاعتنا، انا لا اتصور ان صندوق النقد الدولي هيديها لنا بهذه البساطه. اولا الواضح جدا ومن محادثات لينا مع فاعلين كتير في هذا الصندوق، هناك تحفظات واسعه النطاق لا زالت موجوده على البرنامج الاقتصادي، والبرنامج الاقتصادي المعدل اللي اعلن من 3 ايام، وانا هاكد على نفس الكلام اللي قاله احمد بيه الوكيل والدكتور عبد الستار، بالفعل لم يستشار فيه معظم العاملين في المجال الاقتصادي، وهذا البرنامج فيه مشكلات اكبر كثيرا مما فيه حلول. اول مشكله يجب ان تبحث عنها، انت في ثوره الناس طلعت فيها عشان ازمات اقتصاديه وتحولت الى ثوره سياسيه. ده معناه ببساطه ان انت عشان تحل هذه الازمه لازم تدور على مصدر تمويلي واضح ورخيص. ابسط مصدر تمويل كان عندك السياحه. انت كان بالسياحه بيجيب لك في السنه 12 و14 مليار دولار، النهارده ما بتجيبش ربع هذا الرقم. ده معناه ببساطه انت ضيعت موجود عندك. جزء تاني الامن. النهارده لسه كنا بنتكلم من دقايق انا وعصام بيه قبل ما ندخل على شركات الدواجن ونقل الدواجن، العربيات بتقف في الشارع وبتتثبت وتتسرق. كان معانا رئيس شعبة الدواجن وقال هذا الموضوع بالفعل. الامر النهارده انت بتتكلم على انفلات واضح تماما وارتباك كبير. فاللي بيحصل ان احنا كنا من 10 سنين بنتكلم على دمج الاقتصاد غير الرسمي اللي كان 40% من الاقتصاد جوه الاقتصاد الرسمي وتحويله لمنظومه اقتصاديه كامله، وده اللي بتحاول النهارده وزاره الماليه انها تعمله بس بدون رؤيه واضحه لاجراءات او طرق او حتى تجارب خارجيه. وفي المقابل الناحيه الثانيه الازمه اللي بدات تظهر عندك وبدات تكبر قوي ان بقى في صناعات بتحقق ارباح عشرات الاضعاف من تجاره المخدرات. تهريب السولار النهارده من مصر لغزه او من مصر لتركيا بيحقق ارباح للمهربين 10 اضعاف تجاره المخدرات. مش هقول لك التجاره العاديه، 10 اضعاف تجاره المخدرات.
انت السولار بتوصله لتركيا بتكلفه متهرب، بتكلفه توصل ليورو ونص، بيتباع في اسطنبول ب 10 ونص يورو او 11 يورو، لدرجه ان هم هناك وصل بيهم بقى بيكتبوا على تنكات السولار سولار مصري عشان يعرفوا ان هو سولار جيد جدا. طب هي مشكله السولار هي تهريب ولا مشكله ان مفيش سيوله ل 30% العجز اللي بيتم في لا، هو السولار؟ في 4 مشاكل عندك في السولار، ده مش مشكله واحده. مشكله منها موضوع التهريب، وده حقيقه فعلا. وانت ما بيكفيش كمان. بالتاكيد، واللي انت جايبه ما بيكفيش، وبيكفيش لسبب لطيف جدا. من الحاجات اللي الناس كانت بتسالها دايما، طب اشمعنى السولار كان موجود لغايه قبل الثوره وبعد الثوره اختفى؟ اللي حصل ان نتيجه تخفيض تصنيف الائتماني اكتر من مره، والاضطراب السياسي اللي بقى موجود عندنا، ونتيجه ان الحكومه المصريه لاسباب كتيره مع منتجين للبترول حاولت انها تغير العقود اللي موجوده معاهم بطريقه من القرارات السياديه، انك تغير خلاص العقد اللي مع المنتج وخلاص، بقى اي مورد لمنتجات بتروليه بيطلب منك انك تسدد قبل ما يجيلك. فاتخفض عندك حجم المخزون الاحتياطي للمنتجات البتروليه بعد ما كان قبل الثوره بيوصل ل 40 و30 يوم، النهارده وصل ل 10 ايام، وفي تقديرات ثانيه متفائله شويه قالوا ان هو بيوصل ل 12 يوم، لكن الارقام انا متخيل انها اقل من كده. النقطه الثالثه، انت كمان عندك ازمه في عمليه توزيع، انت لغايه دلوقتي مش عارف مين اللي المفروض يكون اولى بدعم هذا السولار، فانت بتنزل كميات نتيجه الطلب، لكن انت مش عارف انت مستهدف مين بالظبط. عشان كده الفكره لازم ان انت تبقى رابط الدعم بالشخص اللي انت هتدعمه، مش تربط الدعم بالمنتج. ربط الدعم بالمنتج هو المشكله الحقيقيه اللي احنا وصلنا لها النهارده. العنصر الرابع وده العنصر الاهم، انت النهارده عندك شبكه كان من المفترض ان انت تزود الجهاز الرقابي ويبدا يكون عندك مستويات رقابيه مختلفه، حتى الرقابه الشعبيه، اتحاد العام للغرف التجاريه طول عمره ليه دور غير طبيعي في عمليات الرقابه على المنتجين وعلى الموزعين وعلى التجار. النهارده انت بتضعف هذه الكيانات، انت النهارده بدل ما كنت تغير قانون التجاره وتدي للاتحادات اللي موجوده داخل مصر حجيه اقوى، وتقول ان ممثلها يكون عضو في المجلس الاعلى للتنميه الاقتصاديه اللي الرئيس بيعمله النهارده، انت النهارده لغايه دلوقتي مش عارف مين اللي هيبقى عضو في هذا المجلس. المجلس ده كان واحد من المجالس اللي المفروض تحط البرنامج الاقتصادي لمصر اللي تبدا انها تكون هي اللي بتتخاطب مع الدول الخارجيه. الدول العربيه كتير النهارده بدا يكون ليها نوع من انواع التخوف والتشكك. ده كان ليها جوله خليجيه قريبه في عدد من الدول، وناس كانت بتتكلم معانا على فكره ان مصر النهارده احنا مش عارفين، احنا شايفين فيها فرص. مصر سوق فيه 90 مليون مستهلك، سوق من الصعب استبعاده من اي معادله اقتصاديه لاي شركه على مستوى العالم، لكن مش عارفين ايه التطور اللي ممكن يحصل فيه. احنا حتى بنبدا نتكلم مع الناس ونبدا نقول لهم على الفرص الموجوده في مصر، بيسالوها سؤال واضح، هل انت تضمن ان ده يحصل؟ ما حدش يقدر يقول ده. ودي مشكله حقيقيه النهارده، انت بتغير قرارات باسلوب فوقي. الطريقه دي انتهت من سنه 2003 تحديدا من عهد حكومه دكتور عاطف عبيد، اتوقفت فكره القرارات الفوقيه. النهارده انت بترجع مره ثانيه لاول مره فكره ان القرارات الفوقيه بترجع تاني، واحنا علينا ان احنا ننفذها. بس المشكله الناس النهارده بتعمل اضرابات، اضرابات عشوائيه، لكن بتعمل اضرابات، بتعمل اعتصامات، بتعمل توقف الانتاج، بتعمل خلافه، لان انت مش قادر لغايه دلوقتي انك تخلق آلية حوار. آلية الحوار في البرنامج الاقتصادي اسهل كتير. الارتباك السياسي اتصور انه بدا ينتقل دلوقتي للساحه الاقتصاديه مره ثانيه. بالظبط كده.